فرعون آسيا. رمزي زي ما انتوا مؤسسة احنا كمان مؤسسة، زي ما انت بتعرف تجيب معلومة انا كمان بجيب معلومة. الفرق اللي بيني وبينك ان احنا ما عندناش مكاتب ولا بناخد اوامر من بشر زينا. احنا احكامنا شرعية من فوق وهتتنفذ. رمزي وهانت. عادل لو سمحتوا يا جماعه، رمزي من فضلك عادل. يا ريت يا جماعه نمسك اعصابنا شويه من فضلكم لو سمحت يا عادل. يا جماعه انتوا في بيتي، انا مش عايز مشاكل من فضلكم. الجمجمة دي فيها عقل ذكي، بس العقل ده فيه شر يدمر عالم بحاله. سبحان الله يا رمزي، تخيل بقى ان انا اقدر دلوقتي خالد فعلا؟ هو انت لسه في حد بيتصل عليك؟ كويس قوي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ما كنتش متوقع ان انت هتردي عليا. ولا انا كنت متوقعه اني اسمع صوتك بعد السنين دي. زيك يا منال. الحمد لله. وسط الجري اللي انا فيه واول ما خدت نفسي خطر على بالي ان انا اسمع صوتك. كويس ان انا كنت موجوده في البيت بالصدفه. كويس. انا قلت اجرب تليفون البيت معيش رقم موبايلك. هو انت لسه قاعده في بيت اهلك ولا جايه تزوريهم بالصدفه؟ لسه. اتجوزتي؟ لا. اتحجبتي؟ لا. ربنا يهديكي. ربنا يهدينا كلنا. اتجوزت؟ خالي حسن عامل ايه؟ طمنيني عليه. كويس. خالك حسن كويس. طبعا الشيخ رمزي ما ينفعش انه يكذب، عشان كده ما جاوبتش على سؤالي. عامة دي حاجة ما تخصنيش. اتصلت ليه يا رمزي؟ وسط الجري اللي انا فيه تمنيت اسمع صوتك، الحمد لله حصل. مش كفاية بقى جري؟
لقد خلقنا الإنسان في كبد. عارف بقالي قد ايه ما سمعتش صوتك؟ سنين. وعرفت قد ايه هم كتير دلوقتي لما سمعت صوتك. عمتك وجوزها عاملين ايه؟ زعلانين وساكتين وحزانة، مش عارفين ابنهم فين وبيعمل ايه، مش فاهمين هو فين كل ده، ومستعجبين من المتدين اللي ما بيصلش رحمه يا رمزي ولا بيسأل على ابوه وامه. هو ده اوبشن جديد في الدين واحنا ما نعلمش؟ الدعاء ليهم صلة رحم برضو. لا معلش بقى، هم عايشين على فكرة ما ماتوش. ولا انت عندك حاجة اهم؟ طمنيهم بطريقتك يا منال، وربنا ما بيعملش أي حاجة وحشة. إن شاء الله هيجمعني قريب جدا بكل اللي بحبهم. انت كويس؟ بقيت كويس. هسمع صوتك تاني بعد كام سنة. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل. منال حسن 19 @gmail. من فضلك ابعتيلي عليه. ان شاء الله. باي. باي ايه؟ اسمها السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو؟ رمزي. وحشتيني. حتى أنا توحشتك. على فكرة في السفر اللي جاي انت اللي هتبقي معايا. السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. وأم عبد الله. لا لا لا، انت لوحدك ومعانا المنصور علشان ملوش ام. لا مش على خاطره من غير أم، على خاطر أنت تعجبه. الله يرحمها أمه، فادتك بروحها. شبيك رمزي، فما حاجة؟ لا لا، العقل بس مشغول بترتيبات كتير. عند حليمة ما فيش لا عقل ولا تفكير. ماشي ماشي تقول فيها مش من قلبك. شبيك يا رمزي، فما حاجة معكرت لك مزاجك؟ اخو ام عبد الله، البقاء لله. ومن امتى الموت يعمل فيك هك؟ انتوا كل يوم رواحكم في ايديكم. معك حق. المهم ضميرك يكون مرتاح. يا رمزي انت عندك يد في موتها. عسى الله، انها اقدار. وما دام اقدار اش بيه وجهك مقلوب؟ الان بيني وبينك من رد فعل ام عبد الله. ما انت عارفه بقى النساء لا تقتنع بالاقدار. والله رمزي ضحكتني. الخليفة أمير المؤمنين بتقلق من غضب زوجتها عليه. لا لا رمزي، هذه ما تخشش عقلي خلاص. طبعا، وفي حاجه بتقلق اي راجل غير مراته. ما هو انتوا يا ستات ما بتقتنعوش لا بقدر ولا بشرع. رمزي قرب قرب نقول لك. قرب. انسى الزواج بعد يا رمزي. نشرت عليك قبل وانت وافقت. هكا هو عاد فيه الموضوع. شفتي اهو. هي هاني باقيه نشوف حتى هنا. كفايه اني رضيت بسنين قبلي، ايش تحب اكثر من هيك؟ هتعملي ايه يا حليمه لو انا عملتها واتجوزت؟ نو قلت لك هيذبحوكي. مش مهم حياتي بعد حبيبي. حبيبك منين بس وانتي عايزه تقتليني؟
رمزي وانت تحبني. يا حليمة، انتوا اتعملتوا للحب، بس ربنا خلقنا للجهاد. باهي تخلقتوا للحب، تخلقنا للحب، تخلقتوا للجهاد، هذا الكل ما يهمنيش فيه. اهم حاجة عندي انك ما تتزوجش عليا، فاهم ولا؟ حاضر. ايوه اضحك قول عليا مهبولة مسالش. نحبك باش نعمل العمر. دم اخوي برقبتك. انا مالي بس ومال دم اخوكي؟ اخوكي شهيد. هذا الكلام تقوله لتباعك. انا اعرف زين انك عمرك ما حبيته. اي سلاح اللي قتله وهو يبايع، هو عمره ما رضي بيك. طلقني، اريد اخذ عبد الله وارجع الديره. وتخرجي عن طاعة الزوج وولي الامر. زوجي اللي يقتل اخوي ما يكون زوجي. مش انا، ده حكم من مجلس شورى الخلافة، وانا حاولت اعطله بس الامر شورى. لا تكون قاتل وخسيس، خلك رجل واحمل المسؤوليه قدامي على الاقل. اريد ارجع بلدي. ولما ترجعي بلدك وتاخدي ابني معاكي، ساعتها هبقى في انهي درجة من درجات الخطورة؟ ايه دي؟ كلنا بنضحي في سبيل الله، ليك الاجر والثواب. اعتبريه مات في الجهاد. يا ريته بالجهاد، كان اشرف له واشرف لك. خالف. ولو عبد الله اللي عمل كده كان هيبقى نفس الحكم. ولدك انت مجنون. قدر مشاعرك. صلي يا أمة الله، وانتي ساجدة استغفري وادعي لي ربنا يقويني على أنا فيه. مش هيبقى أعداء بره البيت وجوه البيت كمان. صلي واهدي. المصالح العليا للمسلمين ده الميزان اللي أنا بمشي عليه، ولو تعارض معايا أنا نفسي أعتزل كل شيء، ومن حقهم تبديلي ومحاسبتي. صلي يا حفصة وادعي لي. الرحلة اللي جاية حليمة هي اللي هتطلع معايا، ده دورها، وانتي هتفضلي هنا في المكان الحصين. يلا قومي اتوضي وصلي، وبعدها تزيني وتخشي عليا بوجه بشوش. الامريكان قلقانين من رد الفعل، مع انهم عارفين ان الانفجار كان مننا فينا. بيضربوا بشراسة وهياخدوها ذريعة. معلش عندهم رأي عام برضه ولازم يهدوه. الحرب طويلة وممتدة، مرة نكسب ومرة نخسر، والخيط ممدود لفين؟ لآخر حدود الخيال. بس ما تقلقش، هنرد رد يزلزل الأرض تحت رجليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله أكبر. بعد الرد بساعات هيوصل إعلامي من قناة الصحراء اسمه طارق كساب. ما تقلقش، ده أمان، سهلوا دخوله هو ومعداته. ده هيبقى زراعنا الإعلامي، هياخد تعليقنا على العملية الجديدة، وده هيبقى أول تدشين لوجودنا الإعلامي. السمع والطاعة. سهلوا دخوله لغاية هنا، لكن دخوله عليا يبقى صعب، يستنى كتير ويتفتش. السمع والطاعة. سيف الله عبد القيوم هو الراجل بتاعنا في معسكر الأمريكان، والرد هيكون بعد وصولنا للنقطة الجديدة ب45 دقيقة. الله أكبر. الشنط بتاعت المعدات بتاعت الإعلامي هتبقى مليانة فلوس، ده تمويل، وانت اللي هتبقى مسؤول عنه. انت عارف أنا ما بحبش الفلوس. حاضر. مصريين مجاهدين. انا بقول لك مصريين. انا الصح مجاهدين. لا احنا بس مصريين. ايه بتتناغوا في ايه؟ اقعد. هو مش احنا مصريين؟ في الأصل طبعا، لكن احنا مجاهدين.
في الأصل الأصيل إحنا مسلمين. الإسلام وطن. طب ومصر؟ هي البلد اللي أنا اتولدت فيها. ايوه، انا دلوقتي مصري ولا افغاني ولا ايه بلدي؟ أنت مسلم، عربي، مهاجر، مصري. احنا ولاد الخليفة. تواضع. أولاد الخليفة لازم يكونوا أكثر تواضعا، فاهم؟ امي زعلانه عشان خالي مات. حقها طبعا تبقى حزينة. أخوها. بتقول ان انت اللي امرت بقتله. مش صحيح يا عبد الله، مش صحيح. انتوا عارفين ان انتوا اهم حاجة عندي في الدنيا، علشان كده انا هتكلم معاكوا كلام الكبار، كلام الناس اللي يفهموا يعني ايه سر. سر؟ ايوه سر، وسر عظيم من اسرار الدولة. مين فيكم هيكتم السر؟ أنا. وانا. الاخوة هنا بايعوني على السمع والطاعة، الا خالك رفض واتهمني في شرفي وامانتي وديني، والحكم في الشرع هو القتل، وإن أنا المسؤول عن التطبيق. ظاهر الأمر إن الشرع حكم بلساني، لكن الحقيقة إن خالك حكم على نفسه يوم ما رفض السمع والطاعة. يستاهل، ده حكم ربنا العادل. وإزاي يتهمك؟ يعني هو ما كانش فيه اي حل تاني؟ تدوله فرصه انه يرجع في كلامه او يتوب؟ اي حاجه تانية غير القتل؟ في لحظة يا عبد الله لو اديت اللي قدامك فرصة إنه يتراجع، تبقى بتديله فرصة إن هو يقتلك. رفض خالك ليا كان معناه إن هو أمر بقتلي جواه، وكرسي الخلافة ما يحتملش اتنين، يا أنا يا هو. ومين بعدك؟ أنا ولا عبد الله؟ اللي تختاره الجماعة. طب ولو أنا كبرت قررت إن أنا آخد مكانك، هتقتلني؟ لو انت كبرت وبقيت احسن مني علما وفقها، وبقى عندك انجاز كبير في الجهاد، ساعتها يا سلام هسيب لك مكاني وانا مبسوط، لانك هتبقى احق. طب ولو مش هو الاحق تقتله؟ غالبا يا ابني، غالبا لانه هيبقى خد حاجه مش من حقه.